انت تعرف ان النت والفيديوهات اللي انت بتشوفها دي وسيلة من السهل جدا انها تدمرك، ومن الصعب انك تبقى انسان ناجح. اقول لك ليه من الصعب تبقى انسان ناجح. اول حاجة، ما عندكش خلق تكمل فيديو يكون فيه افادة ليك، سواء كان تعليمي او ما الى ذلك. فبالتالي لما بتشوف فيديو تافه بتفضل تعيد وتزيد فيه مرتين وثلاثة واربعة، ومش بعيد تحفظه وتعمل له شير. ومش كله طبعا بيحب يتفرج على الفيديوهات التافهة دي. بس يا ابو عمو، لو لقيت فيديو رافع ويكون تافه اعرف كده انه الاغلبية كلها بتحب التفاهي. واللي عمل النت دي عارف انه ده اقوى سلاح في الحرب الباردة اللي احنا بنخوضها وعايشينها حاليا. فخلي بالك وركز في اللي جاي يا ابو عمو. وابعد عن الاشعاع. وطالما كملت معاي لغاية هنا يبقى انت عاوز تبقى انسان ناجح. فانا لازم اقول لك اول خطوة لطريق النجاح، وهي الصناعة. الصناعة دي هي عنصر اساسي لنهوض اي دولة. الصناعة بتبني حضارات. هتقول لي صناعة ايه يا ابو عمو؟ انا فاتح نت بالعافية. طب واللي يقول لك باقل تكلفة واقل امكانيات تقدر تعمل مصنع في بيتك؟ واللي يقول لك تقدر تعمل في اليوم ارباح من 500 جنيه ل 1000 جنيه في اليوم؟ كل حاجة سهلة وبسيطة. انا عارف انه دماغك حلوة وبتفكر، بس صدقني يا ابو عمو، اللي بتفكر فيه في الليل تاني يوم بيغلبك الكسل وما بتطلعش. هي عايزة حبة جراءة منك انك كيف تسوق المنتج بتاعك. وانزل بنفسك الشارع وخليك انت رئيس مجلس ادارة نفسك، وهو ده الشرط الوحيد انك تبقى انسان ناجح في حياتك. ومن خلال الفيديو دي بتشوف صناعة القالب وبتشوف صناعة التحف، يعني صنعتين في فيديو واحد يا ابو عمو. وتقدر كمان تعمل الاتنين بنفسك. ولو عاوز تختصر المشوار بتشتري القالب وتتعرف على باقي الاشكال، ومن خلال رسائل الصفحة وكلمة السر نوايا تسند الزير. الطفاية دي فيها سر خطير وبأقل تكاليف يا ابو عمو. وعشان ما تقولش عامل كل ده عشان يبيع قوالب، عامل قناة على اليوتيوب باسم أيوب القاضي شاعر القطار. بنزل عليها فيديوهات شرح طريقة عمل القوالب وطريقة عمل التحف مع المواد المستخدمة كمان، وأقول لك تجيبها منين. يعني تقدر تعمل ده كله بنفسك من خلال فيديوهات الشرح اللي أنا بنزلها على قناتي. أنا مش عاوز حاجة منك غير إنك تعتمد على نفسك وتبقى إنسان ناجح. أول طريق النجاح هي خطوة. قوم انت بس اسعى وحاول، وما تخليش الفيديو يوقف عندك يا ابو عمو. لا يكون مشاركة وكومنت حلو منك، عشان الدال على الخير كفاعله. حب الخير لغيرك.